صباح الورد. هذا آخر يوم قضيناه في مصر. جهزنا، بدأنا نجهز. رحنا هذه المنطقة اسمها الفلل، هذه اسمها ماي بي. تجنن، شوف المكان روعة بس غالية يعني، بس منطقة صدق اللي يشتيكم كذا رستخ ومرتاح ونفسيا وكل شيء. رحنا ناخذ صاحبتنا عشان ايش؟ كان معانا في الليل سهرة عشان بنودعهم كلهم الفاميلي حقنا، الله يحفظهم. انا مبسوطة انني تعرفت بكم وكنت فرحانة قوي وصلكم. الله لا يحرمني منكم واشوفكم على خير ان شاء الله دائما. المهم هذه هي الفلل. طبيعة أقول لكم المدينة قوي جميلة، لا يعني ما فيها خدمات، بس منطقة هادئة، فلل حلوة وفيها شقق كمان. فرحنا ناخذها من، هي ساكنة في الشروق، فلل وشقق كمان، اسمها المنطقة الشروق. بس هذه ماي فير قبل الفلل يعني قرية كاملة. صراحة مرة حلوة، في أماكن جميلة في مصر. ودخلنا أخذناها. بعدين رحنا عملنا سبا، حمام غندوفة لي شكرا حبيبتي، كان حمام يجنن. الحمام المغربي هذا ندمناها، شكرا ميرسي حبيبتي. أنا مبسوطة إن أنا تعرفت بش، وإن شاء الله كل ما أروح مصر باجي لكم دائما إن شاء الله. كان حمام روعة ما شاء الله. الصدق عملنا حمام مغربي، وعملنا سشوار للشعر، غسلنا شعرنا سشوار، وعملنا مانيكير. وبعدين أخذنا الحلويات من هذا المحل. حلوياتهم كانت حلوة، بس كان آخر طلب اللي أخذته أنا، كان آخر شيء، عشان كذا ما صورت والله من كثر التعب ما صورت. بس عندهم شوكولاتات وحاجات حلوة قوي. هذا في فيصل المحل هذا، بس ما صورت إلا قد كانهم مقفلين يعني، إحنا وصلنا متأخرين. مرة حاجاتهم مرة حلوة يعني، جميلة وفخم كذا. وبعدين رحنا مطعم أم محمد اليمنية، لو تشوفوا أكلها ما شاء الله، هذا محلها يجنن يجنن. خذوا لقطة لعنوانها، روحوا عندها ما شاء الله. في فيصل، هي في شارع المهم هي في فيصل، وهنا البروشر حقها. خذوا له لقطة لو تحبوا تاكلوا عندها. ألذ أكل أكلته في حياتي أكل صدق. أخذنا زبيان وعصير مع مرق حامض وعبشار، وأخذنا بامية باللحمة. أنا عمري ما أكلت زبيان. سلمي حبيبتي، الله يعطيك العافية قلبي ويرزقك من فضله. وأنا تشرفت بمعرفتك حبيبتي، إن شاء الله لما أجي مصر مرة ثانية زورش أكيد، وتجي معانا ونكون مع بعض إن شاء الله. وبعدين رحنا آخر شيء عملنا سهرة للعائلة كلها. لو تشوفوا المكان على النيل في المعادي، مكان روعة، بس كان ليل. شوفوا هذه المباني فخمة ما شاء الله، كان مرة روعة، جوا تجنن. أنا حبيت قوي، حبيت صورت كل شيء فيه على النيل ما شاء الله ما شاء الله. فحلو قوي، تحبوا تروحوا فيه مكان مرة يجنن. في النهار بيكون أحلى، بس إحنا رحنا في الليل لأنه كانت رحلتنا الفجر، فكلنا تجمعنا العائلة كلها. أنا انبسطت معاكم وكنت سعيدة قوي من جد. وشكرا يا مصطفى على الهدية اللي جبتها لي. هو جاب لي اسورة، وجاب لي سلسلة وخاتم من حق الفراعنة كذا، بس حاجة فخمة فخمة اللي نفسي فيه جابه. شكرا شكرا ألف شكر. وأنا أعتز بالهدية اللي جبتها لي. الله يعطيك العافية ونشوفك على خير إن شاء الله. مصطفى هو من العائلة اللي تعرفت بهم، المصريين الجميلين ما شاء الله. شكرا لكم، إنكم أجمل عائلة وعشت وسطكم، وكنت مبسوطة قوي يعني. حسيت شعور كأني بين أهلي. الله يحفظكم واجي أشوفكم. هذه هي العائلة اللي بين أصورها لكم الآن. كان ما شاء الله هم عائلة كبيرة يعني. الأم
الجدة والأم والحفيدين وعيال الأخ وعيال الأخت، يعني عائلة ما شاء الله كبيرة قوي ما شاء الله. فكنت مبسوطة معاهم قوي. وعشنا في أكتوبر شقة هناك حقهم، يعني استضافونا عندهم، هم من الأهل يعني، فهمت يعني ايش اقول لكم، حسيت كأنه مهلي أصدقائنا يعني. فشكرا لهم، وهي بنتهم صديقتي يعني من جد والله. ألف شكر يا حبيبتي، وأشوفش على خير إن شاء الله. يا رب تكوني مبسوطة. أنا استمتعت بينكم، وشكرا لكل واحد. أنا يمكن ما بذكرش كل المهم لكم، شكرا كلكم، واستمتعت بتعرف بكم وعشت وسطكم الحمد لله. وهذا التصوير الجميل الخطير، وهذا الأكياس هذول الاثنين اللي جاب لي الهدية فيهم مصطفى، بس نسيت ما أصور لكم، لكن في الفلوق الجاي إن شاء الله أصور لكم. كانت سهرة حلوة، حتى من كثرة التعب ما صورت الأكل. احنا طلبنا أشياء كثيرة كثيرة ما شاء الله. كانت سفرة كبيرة، نحن عائلة كبيرة، فكل واحد طلب طلبات، وكان الأكل لذيذ. المكان هذا يجنن، الأكل لذيذ، الجلسة روعة، كل شيء حلو في هذا المكان صراحة. المهم لا تنسوا تحطوا لايك، وكمان صورت لكم من الطائرة ووقت وصولي كان التصوير فظيع. شكرا للأخ اللي كان جنبي، الله يعطيك العافية وجزاك الله خير. في كان واحد مصري ولد شاب الله يحفظه، فكان هو زوجته، بس زوجته جلست في مكان وهو في مكان، فكان جنبي الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية. فكنت أطلب منه ممكن لو سمحت ولو تعبك معي تصور لي، فكان يصور لي من طاقة الطائرة. هو شوفوا هنا كنا نرمي خبز الأسماك، هي كانت تتضارب على الخبز سبحان الله. وهنا وقد احنا بمطار مصر ما شاء الله روعة روعة. أنا حبيت كل شيء فيها من جد، استمتعت فيها، جميلة ما شاء الله. وهذا قد احنا متوجهين، لأن احنا ما لحقنا آخر شيء، كنا احنا لحقنا شوفوا واحنا متوجهين للطائرة خلاص الحمد لله. بس صراحة فقدت هولندا، فقدت أسرتي، فقدت أولادي وبناتي، فقدت زوجة ابني وعائلتها، فقدت صحباتي، فقدت الكل يعني والله من جد. أول مرة أخرج من هولندا من 6 سنوات، أول مرة أخرج من هولندا. فشكرا لأهل مصر على اللي عملوا لي واستضافتهم لي، واشكر كمان أهل هولندا، الله يحفظكم ويخليكم لي أجمل أسرة وأحب أولاد وبنات، الله يعطيكم العافية ويسعدكم يا رب ويخليكم لي سند. وشكرا لكل واحد يسعدني. لا تنسوا تحطوا لايك وتعليق، والفلوق هذا روعة. هذا وقت ما احنا بنقلع من مطار مصر والطائرة بترتفع، فحبيت أصور لكم. فصور ما شاء الله، هو كان يصور حلو التصوير حقي. وهذا وقت احنا بنطلع الجو. وكمان صور لي كان الكرسي اللي كنت جالسة فيه كان مرة حلو في وسط الطائرة، فكنت أشوف الجناح حق الطائرة. كانت الطيران المصرية حلوة، استمتعت فيها. وشكرا لأهل مصر وشعب مصر، أنتوا شعب جميل وناس محترمة، وكنتوا تحترموا الجواز اليمني. شكرا لكم، شكرا من القلب. احنا كمان نحبكم ونعزكم. شكرا للفراعنة من جد، أنتم أطيب شعب وحنون ومحترم. شكرا لكل من سعدني، شكرا لكل لحظة عشت فيها بينكم وكنت فرحانة وسعيدة. وشكرا لأولادي وبناتي وزوجة ابني إنهم فقدوني وأنا فقدتكم كمان. شوفوا هنا من ذيل الطائرة ما شاء الله، الجناح مش الذيل. أنا من جد أحيانا كنت مرة مرهقة يومين ما رقدت. الحمد لله وصلنا هولندا ونمت. هنا من اسمه الجناح حق الطائرة. وهنا وقت الهبوط وصلنا هولندا. أحب شعب هولندا وأحب أرض هولندا وأحب كل اللي بتعمل لنا الحكومة الهولندية. شكرا لهم من القلب. وأنا مبسوطة أنني بكون هولندية إن شاء الله، بقدم على الجواز الهولندي. شكرا لكم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفلوق الجميل هذا، وأشوفكم إن شاء الله في فلوق جديد. لا تنسوا اللايك والتعليق وتنشروا القناة.
وشكرا لكم ولكل واحد ساعدني وكل واحد فعل معي، وشكرا للي صور. انا ما اعرفش اسمك ولا اعرف، هو مسكين نزل كم ساعة عينزل مطار امستردام، بعدين عيطلع على ايطاليا شغل الشاب هذا. فشكرا لك لو سمعتني او شفت الفيديو حقي، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام. عارفة الطريق ولا مش عارفة؟